إذا أنت لم تنتبه لتفاصيل الجمال الصغيرة فأنت لم ترى الجمال الحقيقي. وغالبا الشعراء والأدباء ومتذوق الجمال يهيمون في جمالها لأنها صادقة ولا ينتبه لها كل أحد، ولا يجذب الإنسان أحد كالذين ينتبهون إلى تفاصيلها الصغيرة. ترى أهم ما في التفاصيل هو معرفة طباع الأشخاص قبل التورط معهم بعلاقة شائكة وبثقة كبيرة، لأن هذه التفاصيل نوافذ على الطباع تختصر كثير من الجهد ومن الوقت إذا قرأت قراءة صحيحة. إنه يعرف الطبع أحيانا بحركة عفوية، بكلمة، بنظرة، بممازحة، برأي، باختيار. شوف حتى اختيارات الإنسان تلمح لطباعه أحيانا. يحس الواحد أن الحكم على الناس بهذه الدلائل البسيطة صعب. لا مو صعب، بس يبي يعرف، لأن فيه كلمة ما يقولها الإنسان الحي أبدا، وفيه فعل ما يفعل صاحب المروءة أبدا، وفيه نظرة ما ينظرها صاحب الأمانة أبدا. وأصحاب هذه الصفات يدركون هذا تماما. التفاصيل هذه أشياء عفوية تخرج بين فلتات الوعي لتقول الحقيقة. غالبا في قراءة التفاصيل يعرف الطبع بالملاحظة ويؤكد بالقرينة. يعني القرينة تعلمك أن ملاحظتك صحيحة. وترى الناس عامة